ذهنياتنا نحن في شمال أفريقيا بالدرجة الأولى. وأنا عندما أقول شمال أفريقيا أضم إلى تونس، إلى موريتانيا وتونس والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، أضم مصر أيضا حتى ندرك هذا. عادة ننهي معناها شمال أفريقيا أحيانا في تونس فقط وأحيانا في ليبيا، وهو من باب الخطأ في التوجهات وفي تخوم صحرائها كذلك الشمالية. في هذا اللقاء إذن، في هذه الجلسة الاختتامية، سندرك صواب ما أقول مع هذه الثلة من الباحثين المتميزين الذين سيغفرون لي أنني سرقت دقائق من وقتهم لأقول هذه الكلمة المختصرة فقط. وشكرا لهم على هذا، وشكرا لكم على استماع هذه الكلمة الوجيزة. هذه الجلسة الأخيرة في الندوة بطبيعة الحال في اللقاء، ولكن هناك ما زال مائدة مستديرة إلى آخره. سنتحدث عن المعتقدات الشعبية في الثقافات الأفريقية، أي سنتحدث عن موضوع في التراث الثقافي اللامادي العويص والعسير. موضوع المعتقدات هو من أعقد المواضيع التي تدرس في الأنثروبولوجيا الثقافية كما تعلمون. وسيتداول على هذا الحديث تباعا الأستاذ أحمد صالح، ثم داليا سعد الدين، ثم كمال جاه الله، ثم نهلة إيمان، ثم وائل نبيل إبراهيم. أنا لا أقول لا دكتور ولا أستاذ ولا الكلام هذا كله إلى آخره، كلهم يعني بأسمائهم يكتبون. فأتفضل تمكنوني من أن أتفضل بأن أقول أنه المتكلم الأول، وأنا سعيد جدا بلقائه لأنني انتظرت هذه المناسبة منذ أكثر من 15 سنة على الأقل، عندما كان هناك جدال عظيم حول ذلك المكسب المصري في مجال التحنيط والتناقض بين أفريقيا وبين مصر وأوروبا إلى آخره. وفعلا وجدت هذا الإنسان وظننته طويل القامة مثل أهل النوبة وإلى آخره، وإذا به مثلي. أحمد صالح أحمد هو الآن يشتغل خطة مدير عام آثار أسوان، وله الدكتوراه في التحنيط من جامعة مانشستر. التحنيط في عصر الأسرة 21. يشرفنا جميعا أن يكون أحمد صالح أحمد أول متخصص في التحنيط. هذا مفخرة لمصر ومفخرة لجميعنا. وله 3 كتب في التحنيط والآثار المصرية، ووعدته سأشتري كتاب من ال3 حتى أقرأه. لو أشتري 3 هو لم يبحث فقط، فأثقلوا كاهله بإدارات عديدة. تولى مدير آثار ميتراهينا هو يكتب يعني كتابة جميلة بس ما. ومدير عام صندوق نقاط آثار النوبة، وكذلك مدير عام آثار أبو سمبل وما أدراك من أبو سمبل ومعابد النوبة. فتدركون هذه القيمة التي سنستمع إليها الآن، متحدثة عن أفريقيا في مناظر ونصوص مقابر مصر الفرعونية. وهذه المقابر أرجو يوما كنت حتى بعد الموت أن أدفن في إحدى هذه المقابر تحقيقا للخلود، وأتمنى لكم الخلود في الجنة وفيما تشاء. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أحب أشكر القائمين على الملتقى، وبشكر الدكتور عبد الرحمن أيوب على هذه التقديمة الرائعة بصراحة، أشكره شكرا جزيلا. النهارده هكلمكم عن موضوع يعني هو يعتبر مهم لأنه في متغيرات حدثت في هذا الموضوع، مناظر الأفريقيين في مقابر مصر القديمة. هو أنا متناول 6 مقابر، 3 مقابر فيهم موجودين في أسوان عندنا هنا، و3 موجودين 2 في الأقصر وواحدة في سقارة. الموضوع اللي هو
اتجاه مصر تجاه افريقيا. والتجربه في مصر القديمه اثبتت ان هي تجربه ناضجه، وان المفترض ان احنا كاحفاد ليهم المفروض ناخد بالتجربه اللي هم عملوها دي انها تجربه عميقه جدا. هم اتجهوا 3 اتجاهات في افريقيا: الاتجاه الغربي والاتجاه الجنوبي والاتجاه الجنوبي الشرقي. في الناحيه الغربيه هم طبعا لم يتعدوا شرق ليبيا، وتعاملوا مع قبائل بدويه في الصحراء الغربيه اللي هي قبائل التحنو والتمحو، ودي قبائل ذات اصول ليبيه. تعاملوا معاها في البدايه بعنف لان هم كانوا متمردين، ثم قدروا في الاخر يستقروا على الحدود الغربيه لمصر. وكمان التجربه دي مع الناس دي ادت الى نتائج مثمره فيما بعد في الاسره 22 ان حكموا مصر هذه القبائل او اصول هذه القبائل البدويه. في الاتجاه الجنوبي طبعا كلنا عارفين ان مصر كانت مركزه في الاتجاه الجنوبي منذ عصور ما قبل التاريخ، بدليل وجود بعض الادله اللي موجوده الافريقيه موجوده في مقابر المصريين القدامى اللي موجوده في عصور ما قبل التاريخ. لكن تطورت مصر في التعامل مع الاتجاه الجنوبي. ففي البدايه تعاملت تعامل تجاري، يعني تبادل المنتجات التجاريه، ثم وهنا في مقابر اسوان اللي هي قدامنا دي، المقابر دي فيها ثلاث مقابر مهمه بالاضافه ل3 شخصيات تانيين كمان، اللي هو ايدي وبيبي رخت وحرقوف ونخوه وسبني. دول شخصيات كانوا مكلفين من قبل الدوله المصريه بحاجه هم سموها بمصطلح مصر القديم اسمه رباوه ان خسوتن، يعني ده الكلمه المصريه القديمه او التعبير المصري القديم اللي هو معناه فتح طريق الى هذه البلاد، يعني معلومات استكشافيه، معلومات عن السكان، معلومات عن القبائل الموجوده، ومعلومات جغرافيه، ايضا الثروه الاقتصاديه الموجوده في هذه المنطقه. عشان كده دول اللي حطوا اللجنه الاولى والاساسيه في التعامل مع الجنوب او مع افريقيا او مع الجزء الجنوبي من مصر. بعد التطور ده حدث تطور اللي هو شبه يعني استغلال من مصر تجاه البلاد الجنوبيه، وده كان في الاسره 11 وال12 في الدوله الوسطى، ثم الدوله الحديثه اللي هي عصر الازدهار، واللي هنشوف فيها بعض اللقطات او بعض المناظر اللي تخص موضوعنا. لكن نكمل بقى في الاتجاه الجنوبي الشرقي. الاتجاه الجنوبي الشرقي اتجهوا الى منطقه اسمها بونت، وهي موجوده في الشرق الافريقي اللي هو المنطقه الحاليه اللي هي موجوده فيها الصومال وجيبوتي وافريقيا. بس التعامل معاه تعامل يختلف عن التعامل مع الجنوب. التعامل مع الجنوب الشرقي كان تعامل سموه في المصطلح في النصوص المصريه تاريتر، اي ارض الاله. وارض الاله ربما يقصدون بها انها الارض التي نبع منها الاراع، او ان هي ذات قدسيه محدده تجاه المصريين. بمعنى ايه؟ بمعنى هي المنبع الذي خرج منه المصريين والنوبيون، خرجوا واستقروا في اماكن اقامه. وهنلاقي المصريين القدامى بعتوا حملات كثيره منذ بدايه التاريخ، يمكن من الاسره الخامسه امتدادا لحد المنظر الشهير اللي موجود في الشرفه الاولى في معبد الدين البحري في الاقصر، اللي هو يخص الملكه حتشبسوت. اللي هي ارسلت بعثه تتكون من 210 شخص في 5 مراكب بهم 30 بحار، ودول كانوا رايحين يجيبوا البخور والمر، اشجار المر. وكمان عملوا اكتشاف كويس جدا يعتبر مضاف للمصريين، ان هي اول مره عمليه نقل اشجار من منطقه ثم زراعتها في منطقه اخرى اللي هو في حرم دير البحر. اتجاه مصر تجاه افريقيا كان واضح من البدايه ان هو بيتطور، ويمكن تطور الى التطور الاخير اللي هو المعروف. اي نعم هو مش موجود ادله في المناظر والنصوص في المقابر او في المعابد، انما موجود في مصدر من المصادر الكلاسيكيه اللي هو هيرودوت. تطورت بقى الافكار انه مش بس هنستكشف معلومات الجنوب، لا كمان هنستكشف معلومات القاره كلها. فهيرودوت قال لنا ان نيكاو الثاني وهو ثالث ملوك الاسره 26 في القرن السابع قبل الميلاد ارسل حمله او بعثه كامله من هؤلاء من بحاره. بس مصر ما كانش عندها البحاره اللي بيمشوا بالمسافات الطويله، عشان كده
كده استغلوا الفينيقيين في ان هم البحاره اللي هيروحوا في رحله طويله جدا تمتد لمده 3 سنوات، طالعه من البحر الاحمر ثم المحيط الهندي ثم الالتفاف جنوب افريقيا والمحيط الهادي، ودخلوا مضيق جبل طارق ثم البحر المتوسط ثم دخلوا النيل، ودي استكملوا 3 سنوات كامله. وانا بعتقد لو في ادله على هذا الموضوع هنلاقي ان هم كتبوا معلومات مهمه جدا عن القاره، ويعتبروا هم الاول في العالم كله اللي هم بيكتشفوا القاره وبيكتبوا عنها معلومات. مصر كانت بتعمل سياسه وكان كمان مثمره في النهايه، وزي ما قلت لكم مع قبائل الصحراء الغربيه طلعوا في الاسره 22 تولوا الحكم كمان مع النوبيين. النوبيين طلعت اسره اللي هي الاسره 25 اللي حكموا مصر لمده 108 سنه. بس في الجنوب حدث طبعا لما مصر بتحمل افريقيا، وده انذار دايما للمصريين انه اذا اهملت افريقيا بتتمرد عليك او بتتمرد على افكارك. وده حدث بالفعل عندنا في بلاد النوبه القديمه اللي هو الانقلاب على الثقافه المصريه. لو فاكرين رمسيس الثاني وملوك الاسره 18 19 عملوا معابد كثيره في مصر، في جنوب مصر وفي السودان. المعابد كان الهدف منها نشر الثقافه المصريه، يعني الناس تعرف اللغه المصريه القديمه ايه، الناس تعرف الديانه المصريه ايه، فكل المعلومات الثقافيه المصريه كانت بتتنقل من خلال مؤسسه المعبد. لما حدث في مروي عملوا انقلاب على الثقافه المصريه. فهي دي حقبه في التاريخ النوبي اولها الملك اركماني قال له لا احنا مش هنستخدم اللغه المصريه، احنا مش هنستخدم الديانه المصريه، احنا لدينا لغه ولدينا ديانه، وده حدث انقلاب. بس ده ليه؟ لانه حدث اهمال من المصريين تجاه الجنوب. وده برضه انذار لينا حتى في العصور الحديثه والمعاصره ان احنا اذا ما اهملنا افريقيا في النهايه بيحصل هذا الانقلاب علينا. انا في مجموعه الشرائح اللي قدامنا دول هنتكلم عن اللي احنا قلناه دلوقتي. دي مقابر نبلاء البر الغربي، ودي اخر مقبرتين دول ويخو وسدي اللي هم فيهم الحضارين دول. المقبرتين دول زي ما قلت لكم في نصوص مهمه جدا. النصوص دي هي جمع معلومات عن افريقيا، وحتى فيها رساله لطيفه لانه حركوف كان الملك بيبي الثاني كان طفل يتولى حكم مصر، هو اطول الملوك حكما في مصر. تولى من الحكم وهو عنده 6 سنوات وانتهى على 94 عام، يعني الولد ده كان بيحكم. فهو في بدايه حكم لما راح حركوف للجنوب هو كان طفل لسه، فكان جايب قزم معاه اسمه دياكن بونت اللي هو القزم البونتي. فده كان مهم بالنسبه للمصريين في عمل الاحتفالات والطقوس. والطفل بقى الملك اللي هو بيروح الطفوله بيخاطب حركوف ويقول له خلي بالك من القزم، ما تخلوش يقع في الميه، وصلوا لي بسلام لحد ما يجي. وطبعا حركوف كان مستمتع جدا وكتب ده على جدران المقبره بتاعته. دي الرساله، دي نص الرساله اللي بعتها له الملك وبيقول له فيها خد بالك من القزم ده. المناظر هو طبعا في اهم مقبرتين موجوده فيها المناظر. المقبره اللي قدامنا دي مقبره وزير الملك تحتمس الثالث، ودي المقبره رقم اللي هو اسمه ريف ميراع، ودي موجوده في الشيخ عبد الجنة في الاقصر في البر الغربي، مقبره رقم 100. المناظر اللي موجوده فيها، وده بقى الهدف من الورقه، انه احنا عندنا خطأ في تفسير بعض المناظر وعندنا خطأ في تفسير بعض المصطلحات، ولابد من إعادة النظر فيها. بمعنى المصريين قد أطلقوا مصطلحا عاما على جنوب مصر اللي هم النحسيو، والنحسيو ده الناس بتترجمه في العصر الحالي بالنوبيين، لكن من خلال المناظر واللي فيها النحسيو دي هتلاقوا لا مش النوبيين بس موجودين، ده موجودين شعوب افريقيه ممكن جايين من افريقيا الوسطى ومن تشاد ومن مناطق احنا ما تعاملناش معاها بشكل مباشر. فهنا لازم يعاد تفسير المناظر اللي احنا بنشوفها. يعني وهتلاقوا من المعلومات القيمه جدا اللي هتلاقيها في المناظر دي الحيوانات، لان الحيوانات دي ليها منبع او ليها مكان بتنمو فيه او بتترعرع فيه. لذلك احنا ممكن ناخد من يعني زي كلاب الصيد دي بتختلف عن الكلاب المصريه.
الثيران ذات القرون المنحنيه دي جايه من افريقيا، بس لابد ان احنا نعرف مكانها فين. دي الكلاب اللي بقول لكم عليها كلاب الصيد، وده الثيران. وفي حاجات قدامنا هنا في المنظر، ودي المفترض بنقول ان هي تبع النحسيو او تبع بيترجموه غلط النوبيين، بيقولوا ان دي الحاجات دي من النوبه. الحاجات دي مش في النوبه اصلا، لا الفهد ولا القرد الهامدرياس ده موجودين في النوبه. دول الفهد اللي هو اماكنه في افريقيا، والقرد ده موجود مثلا في افريقيا الاستوائيه. فهل حدث التواصل بين مصر وافريقيا بشكل مباشر، او ما بين الدول الافريقيه دي بشكل مباشر، ولا عبر الوسيط وهم النوبيين اللي كانوا دايما بيتسموا في النصوص؟ زي ما انتم شايفين ريش النعام، بيض النعام موجود، سن الفيل، خشب الابانوس، الحيوانات اللي قدامنا دي كلها منتجات افريقيه. وذيول الزراف، وهي حتى احنا ما نعرفش ليه ذيول الزراف كانوا بيستوردوها من افريقيا، انما لابد ان هي ممكن تكون بتستخدم كماده طبيه. دي المنتجات قدامنا زي ما انتم شايفين، المر واللبان والبخور، واللي قدامنا دي الابانوس وشيش النعام، القرده، الحلقات الذهب، لان الذهب كان بيستخدم كحلقات خام او كتب، كماده التب، هتلاقوها حاطينه في اكياس كده موجوده. برضه استمرارا في المناظر زي ما انتم شايفين كده، ده نوع من الفهود مش موجود في مصر. الفهد المرقد ده مش موجود عندنا او مش موجود في النوبه. لابد ان احنا ندرس الوضع. هو قال لي ان قائمه المنتجات دي جايه من نحسيو. لو انا قلت نحسيو هي النوبه يبقى كده انا اخطات. عشان كده الهدف من الورقه هي اعاده النظر مره اخرى في المصطلح، واعاده النظر في تفسير هذه المناظر. زي ما حضراتكم شايفين، ده برضه نوع من الزرافه اللي جاي من افريقيا، والقرد دي قرده عاديه ممكن تتواجد في النوبه فعلا، مش القرد الهامدرياس اللي انا قلت لكم عليه. ده النوع اللي مش موجود عندنا، الرباح ده او القرد الهامدرياس ده مش موجود في النوبه اصلا، يعني المفترض ان هو موجود في افريقيا الاستوائيه او في جنوب الصحراء الكبرى. هل حدث تواصل؟ ذيول الزراف، الفهد زي ما احنا بنتكلم اهو برضه. ده منظر تاني في مقبره ابو الحطب خوي، وده سفير مصر الى البلاد الجنوبيه، ده لقب. هذا الرجل ابو الحطب خوي عاش في عصر توت عنخ امون، ولذلك في المنظر ده كده شوفوا على اقصى اليمين الملك توت عنخ امون، وقدامه المناظر بقى اللي بنقول فيها لابد من اعاده تفسيرها. دي المراكب اللي هم كانوا جايين فيها، وشوفوا المركب الثاني اللي تحت دي موجود فيها الافريقيين اللي على راسهم ريشه. احنا بنقول المصطلح بتاعنا اللي على راسه ريشه، دي جايه من المصطلح ده، لانه او من الشكل ده، لانه الافارقه زعماء القبائل كانوا بيضعوا ريشه دي بقى المناظر، بس في تفسيراتها هنا بقى نتوقف عن شكل حاجات محدده، الملامح الوجهيه، لون البشره، الملابس. دي كل الخمسه اللي واقفين جنب بعض ووراهم الست اللي بتحمل طفلها في سله، دي مش نوبيه. دي رغم ان هم بيقولوا ان دي مناظر النوبيين، لا دي افارقه وزعماء قبائل افارقه جنوب السودان. يعني مصر ممكن تكون كان عائق ليها المستنقعات اللي موجوده في نهر النيل في جنوب السودان، لكن حدث تواصل ما بين الدول اللي هي جنوب المستنقعات. فعشان كده ده يعاد تفسيره مره اخرى، لانه لا الملامح ولا لون البشره ولا الاكسسوارات ولا الملابس ولا اي حاجه لها علاقه هنا بالنوبيين. عشان كده يعاد الصيغه بتاعته. زي ما انتم شايفين المنظر بشكل واضح، حتى الشفاه الغليظه، الانف الافطس، البشره السمراء، الاكسسوارات زي الحلق ده كلها افريقيا. حتى الملابس اللي هي لبس جلد الفهد اللي بيحط على القصر ده مش لابد انه يكون افريقيين. دي الست اللي بتشيل الطفل وراها في سله، ودي منظر هيتكرر تاني في المقبره هنشوفه دلوقتي في مقبره حور بحيره. ادي المناظر وادي شكل. هنا في فرق بين لونين بشره، لون البشره السمراء والبشره الغامقه او الورديه. هنا المعنى بقى، هنا ما اقدرش اقول ان دول من منطقه جغرافيه واحده. طبعا هم شايلين، اللي شايل الاولاني شايل حلقات الذهب، والثاني شايل اللي هو شايل الكبر بتاع الذهب.
زي ما انتم شايفين اكثر تحديدا هنا ادي برضو نفس الملامح ونفس البشره والمنتجات حتى برضو اختلفت هنا. عشان كده انا بطالب باعاده النظر لانواع الذهب واعاده النظر مره ثانيه في تفسير هذه المناظر، لانها دي بتدي اكثر عمقا للتواصل الافريقي، وده الهدف من الورقه اللي انا بتقدم بيها. ده منظر في الصندوق بتاع توت عنخ امون اللي هي العلاقه العسكريه اللي دايما احنا بنختصرها في ان احنا علاقتنا بافريقيا عسكريه، لا هي ما كانتش علاقه عسكريه بشكل واضح زي ما كل ملك كان بيقول ده، بس ممكن يكون طلع الجيش طلع في جيشه او ما طلعش ويكرر نفس المناظر ده. وفي النهايه بنشوف مقبره حور محب قد ايه برضه. شوفوا الافارقه دول مش نوبيين، دول افارقه رسميين. وده المنظر الاخير اللي بنشوفه الست اللي شايله في طفلين في سله والست الثانيه شايله طفل اخر. فهذا معنى ده اللي بقى ملخص الورقه، انه لابد من اعاده تفسير لقب نكسيو ومن اعاده تفسير المناظر الافريقيه، لان هناك اختلافات كثيره جدا. وارجو ان تكونوا انا وصلت الصوره جميله وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا وصديقنا احمد الان على هذه المداخله القيمه جدا والممتعه ومشكوره. لا اريد ان الخص من جديد، ولكن اريد ان اؤكد مثلما اكدت انت على اهميه دراسه الارشيفات الاثنوغرافيه في المناظر المصرفيه. ليست حضاره، هي من الثقافات الدراسات الثقافيه، يعني الرسوم والكتابات وغيرها من تلك الاشياء. لاننا نجد هنا في ما قدمته ماده مكثفه تغير رؤيتنا تماما لهذه العلاقه، علاقه التبادل التي هي محور هذا المؤتمر بين الشمال والجنوب وتعدد هذه العلاقات. يعني هذه المواد اثرت يعني في الطبع، اثرت في المعتقد، اثرت في الصرف، في التجاره وغيرها. فشكرا جزيلا لك على هذه المداخله مره ثانيه القيمه جدا. اريد ان اقول لكم سرا كتبت هذا الصباح كلمه قصيره جدا وستاخذها معها نهله الى الاستاذ حلمي شعراوي. واشكر فيه هذه الكلمه الاستاذ حلمي شعراوي. اذا هي لم تعد كتبت له ما هي مشكله خلاص. ظننت انني اتكلم بصوت مرتفع جدا، وشكرته شكرا خاصا لانه لم يهمل طلبة المراحل المتقدمة في الدراسة، يعني في الدكتوراه الشباب، في أن يشاركون الشيوخ مثلنا في مثل هذه الدراسات ومثل هذه المؤتمرات. شكرت له أننا نحن لابد أن نسلم كذلك الزاد المعرفي الذي لدينا للشباب حتى هم يقومون بواجبهم أفضل منا، لأن الدراسات تتطور وهم بدورهم يخلقون جيلا آخر حتى تتطور المعرفة لدينا نحن سكان هذه القارة، وخاصة منا العرب بشكل أساسي. ولذلك أنا سعيد جدا في أن ألتقي بداليا محمد سعد الدين. هي صغيرة يعني هنا لو تقف أنا يا دوب صغيرة زي بنتي الآن، بس بنتي أطول منها بشوية يعني. هي الآن باحثة دكتوراه في فلسفة التاريخ في معهد البحوث والدراسات الأفريقية جامعة القاهرة، وننتظر جميعا أنها سيكون لها كذلك منحى فلسفي، لأننا لا يمكن أن ندرس المعتقدات إلا من خلال باك جراوند أرضية فلسفية كذلك.
ولذلك هي ستتحدث عن الشعب المقدس، الشعب المقدس الشعب المقدس والمختار في الإرث الأفريقي، وهي ستتناول في دراستها مصر وأثيوبيا. تفضلي. شكرا دكتور عبد الرحمن. خذي الميكرو وتشجعي ولا تخافي من القاعة ولا منا، وخذي حضنك. كلهم اصحاب. شكرا سيادة الرئيس. انا هتكلم عن او كلامي هيكون منصب على دراسة الاثر الميثولوجيا في تشكيل الوعي الجمعي للجماعة البشرية وتأثيراته اللاواعية بعد كده طبعا في الفكر الجمعي على مر العصور لأي شعب ما. طبعا في البداية لازم أشير إلى أن في فرق ما بين الأسطورة والخرافة. فالأسطورة بتنبع من تناولها الرئيسية من حقيقة أو حقيقة بيئية أو حقيقة اجتماعية أو تاريخية، ولكنها مع التواتر الشفاهي على مر العصور بيدخل فيها خيال الإنسان وخيال البشر. فده بيعمل لها ثراء من ناحية، بس كمان بيعمل لها نوع من انواع ان هي ما بتكونش مصدقه، فبتدخل في اطار اسطوري ميتافيزيقي بشكل رئيسي. طبعا الخرافه بتكون من اولها لاخرها هي عباره عن تخيلات بشريه او حاجه البشر بيتخيلها بس. عموما كل جماعة بشرية في البداية كانت بتعتقد ان هي الاصل او اصل تكوين البشر او اصل البشرية او ليها الافضلية. ده لسبب بسيط جدا، علشان هي ما كانتش بتعرف تتواصل بسبب العقبات البيئية، وده منطقي جدا. فكل جماعة بشرية عملت أسطورتها الخاصة اللي بتحاول تفسر بيها نشأة سواء الكون أو نشأة الجماعة البشرية دي نفسها. أنا في الورقة اللي بقدمها بناقش الفكرة بتاعت فكرة الشعب المقدس اللي هي عند كل البشر، عند كل الفئات البشرية في العصور القديمة، إن هو الشعب الأول. أنا بناقش الفكرة دي عن المصريين والأثيوبيين، ولكن من خلال الأسطورة وعلاقة الأسطورة بالمجتمع. فبالنسبة مثلا للمصريين، الأسطورة أسطورة خلق الجماعة البشرية المقدسة اللي هم مصريين، يعني في قناعاتهم اللي هم كان اسمهم ريمس. دي كانت مواكبة أو مرتبطة بأساسها بالبيئة المحيطة والأرض، لأن بعد تكوين الكون عن طريق نون الأزلي وبعدين اكتمال آتوم الإله الكامل أو المتكامل وخلق النثرات، وطبعا النثرز أو النثر بيتم ترجمته من قبل المؤرخين أو معظم المؤرخين الغربيين للإله، وهو فيما أعتقد المقدس، ولو أنا غلطانة يا ريت تصلحوني. وعشان كده أنا فعلا بتفق مع دكتور أحمد في إن إحنا لازم نعيد صياغة ونعيد كتابة كتابنا. والمصر ده هو اللي بقى بعد كده بالقصة مع تطور اللغة إلى نتيج وممكن يكون تحول
إلى معاني تانية عن طريق الثقافة للشعوب المجاورة. ونتيجة القبطية بالمناسبة كانت برضه بتطلق على يسوع المسيح في بداية المسيحية، لدرجة انهم كمان كانوا بيخلطوا بينه وبين احمس بينه وبين حورس. ارجع لفكرة نشأة المصريين. في الأسطورة المصرية القديمة بتقول إن بعد اكتمال طبعا أتوم، واكتماله إن هو خلق ذاته بذاته، وخلق الكون، وخلق المقدسات أو الكائنات المقدسة العليا، وخلق الأرض وخلق كده. فكان لازم يخلق كائنات علشان تخدم المقدسين دي، فخلق الرامث من دمعة عينه على شاكلة الآلهة دول أو على شاكلة المقدسين دول، يعني زي شكلهم بوشوش وإيدين ورجلين وأجسام عادية، بس هم فانيين لأن هو دمعة عينه سقطت على الأرض أو على جبل، فكان هيموتوا أو قدر ليهم الموت أو الفناء، ولكن علشان هو بيحبهم فعمل لهم فكرة الانتقال من إنه يعني مرحلة الموت دي تكون كأنها هي مرحلة نوم، وبينتقل للبر الغربي عشان يتحاسب، وبعد كده بينتقل للحياة الأبدية والرحلة بتاعته. صوت قربي شوية، قربي شوية. دكتور قال لكم أنا قصيرة بصراحة نص. المهم فالمفروض ان الرمث دول احباء الاله المفضلين عنده لانه خلقهم من دمعة عينه، في حين انه خلق بقية البشر او جموع البشر حيوانات من نصر ضياءه فاتخلق جموع البشر التانيين غير المصريين. فالمصريين ما كانوش يعني كانوا هم عندهم القناعة ان اتوم ورع في صورة تانية من الأسطورة أو فلسفة تانية هو المحببين ليه. المهم ان الأسطورة دي أنا ليه بقول إن هي مرتبطة بالبيئة أو بالأرض المقدسة، لأن هم ربطوها بفكرة الكيان الأزلي أو نون الأزلي أو المحيط الأزلي. والمحيط ده هم يعني في تصورهم أو في تفسير إن هو الفيضان، لأن هم بيشوفوا الفيضان ده وبعد كده بيشوفوا بعد انحسار الفيضان ظهور التلج. فالفيضان ده بالنسبة لهم حاجة أزلية، فهم مش حاجة أزلية يعني قصدي حاجة طبعا متكررة وفي البيئة الطبيعية المصرية، ولكنهم استوحوا منه فكرة إن الكون كان في حاجة كده زي كأنه مية لا نهائية وفيها ظلام دامس وفيها لا نهائية ولا رؤية وعناصر كتير، وبعد كده اتكون الكون عن طريق أتوم الكامل. وبعد كده خلق أرضهم المقدسة كانت اللي هي بالمعنى المصري أو لو حبينا نترجمها للعربي اللي هي الكاملة مش السودة زي ما عادة بتترجم برضو من ناس كتير. فده حسس المصريين بأفضلية يعني ان عندهم ارض شاسعة يقدروا يبنوا فيها ويزرعوا فيها وفي المياه بتجري والجو معتدل، فهي ارض كاملة وهم ولاد الاله او من فحسسهم بنوع من انواع التميز العنصري، مش عنصري يعني بس التميز تجاه الاخر
تجاه الآخرين. أنا هنتقل بعد كده للأسطورة الإثيوبية، بس كمان لازم أقول إن علشان أقدر أعمل الربط ما بين الأسطورة المصرية القديمة اللي أنا كنت بتكلم عنها دلوقتي والأسطورة الإثيوبية، فلازم أقول أسطورة وسط، يعني أسطورة موازية عشان تجمع ما بينهم، اللي هي بتربط ما بين مصر وإثيوبيا فيما وراء النوبة زي ما الدكتور أحمد تفضل وقال. وهي قصة أو أسطورة المقدسة أو النسر حتحور، لما إن هي لما البشر يعني الهلاك البشرية، لما البشر يعني خرجوا على تعاليم رع وأتون، فبعت لهم بنته المفضلة حتحور، وهي البقرة الجميلة وهي رمز الجمال أصلا في مصر القديمة، يعني تنتقم منهم، فأكلتهم، أكلت الناس المش كويسين الوحشين، بس كمان هي تلذذت بطعم الدم فأكلت كمان الطيبين. فرع خاف على مخلوقاته الأسيرة اللي هو بيحبها اللي هم الرمل، فقال الاثنين من زوجين، زوج امرأة وزوجها في جزيرة الفنتين، لأن هم يعملوا لها حاجات، وعاء من عصير العنب الأحمر ويحطوا لها فيه الحنتر أو البيرو اللي هي البيرة علشان تسكرها، ويحطوها لها جنب النهر، بحيث ان هو لما تيجي الصبح تفتكروا دم، هتشرب منه، تسكر، تنام، يبقى فيه مساحة لإعادة بناء البشرية تاني من وجهة نظره. وبالفعل حصل اللي هو خطط ليه رع. فلما حتحور صحيت وشافت ان رع ضحك عليها كده، غضبت غضب شديد وهربت بره أرض مصر في اتجاه الجنوب، وهناك تحولت للنسر أو المقدسة سخمت، اللي هي اللي بيرمزوا كانوا ليها باللبؤة، وهي غضوبة جدا، عنيفة جدا، ما فيش حد يقدر يوقفها. عشان كده يمكن كمان بقت رمز للحرب. هي بعد كده حبت انها ترجع لمصر، فتاهت، بعت لها المقدس جفوتي اللي جاب التايهه ورجعها مصر، فدخلت مصر بشكل النسر او المقدسه فاستت القطه الوديعه الرقيقه. انا بقول ده ليه؟ علشان اربط ما بين اللي انا هقوله في الاسطوره الاثيوبيه والمصري القديم، وان هم كمان كانوا بيربطوا باسطورتهم في البيئه الارض. بس في الاسطوره الاثيوبيه هنا الربط الاسطوري مش بالبيئه، الربط الاثيوبي عن طريق الطبقيه المجتمعيه او الطبقه الحاكمه تحديدا، لان الاسطوره مرتبطه بالسلطه الحاكمه بشكل خاص في اثيوبيا، وربطها بالسلطه الكهنوتيه المقدسه، علشان طبعا يمنعوا اي خروج على الحاكم، وتفضل يعني الشكل وسيطره من خلاله. وطبعا هي بتتكلم الاسطوره عن زياره الملكه مكيده اللي هي المعادل الافريقي للملكه بلقيس في الحاجات العربي والاسلام واليهودي طبعا، وزيارتها لسليمان في اورشليم وجوازهم. ولما رجعت انجبت الملك منلك الاول اللي رجع اورشليم تاني لما كبر علشان ياخد القداسه ويتعمد من ابوه، وبعد كده
رجع وخطف معاه تابوت العهد، خطف معاه تابوت العهد، وكمان 12 من ابناء الحاخامات او القضاء، علشان يأكد ان الافضليه اتنقلت من بني اسرائيل او الشعب الاسرائيلي للشعب الاثيوبي، وطبعا ده علشان يبقى فيه صله كهنوتيه. اخيرا انا عايزه بس اقول ان انا ليه بحكي ده. اولا علشان نوضح ان المصريين والاثيوبيين واي جماعه بشريه بيتم استغلال الوعي ده، لان هو طبعا مع الوقت ومع الزمن بيكون متمثل في وعيهم الجمعي او في حياتهم، قناعاتهم الداخليه جدا. ده ممكن يتم استغلاله من قبل الاثوريتي، السلطات والحكومات، في ان هم برضه يقدروا يقلبوا الشعوب على بعض. زي مثلا عند المصريين المسألة بسبب طول الاحتلال، يعني مصر محتلة من 525 قبل الميلاد يعني، وتعاقب عليها يعني كل واحد معدي كده يجي يحتل البلد شوية ويمشي أو يعمل المهم. في اثيوبيا تم استغلال برضه ده من قبل السلطة، وفي الآخر أنا بتمنى إن احنا نقدر فعلا كأفارقة نعيد صياغة معتقدات، مش معتقداتنا، تاريخنا المكتوب، وما ناخدش عن الأوروبيين. يا ريت ناخد عن بعضنا البعض، نحاول نقرأ لبعض ونترجم لبعض، لأن فعلا احنا محتاجين نفهم أفكار بعض، مش نفهم أفكار بعض عن طريق وسيط، والوسيط ده في الآخر بيستغلنا احنا. وشكرا، وأنا أسفة جدا للمهمة. شكرا جزيلا. أخذت الوقت الذي ينبغي أن تأخذه، ولكن لأنك لا زال دقيقتين يعني حتى أكون بس أنا لا حتى استغل الفرصة يعني شوية. شكرا جزيلا دالي على هذه المداخلة الرائعة الجميلة. وأنا أتفق معك تمام الاتفاق في أنه كل شعب يخلق أسطورة لأنه يدرك إدراكا فنيا باطنيا بأنه هو الشعب الوحيد الموجود على وجه الأرض، لأنه لا ينتقل. ولما بدأت الرحلة فعلا، وكنت تحدثت وأشرت في ورقتي هذه إلى أهمية الرحلة، لكن لم يدرس هذا كما ينبغي، في تلك الحالة يكتشف أنه ليس هو الشعب الوحيد، ولكنه يتمكن من خلال أسطورته بأن يفهم الشعب الآخر، لأن الشعب الآخر له كذلك أسطورة، ويصير التبادل، وهو محور كما قلنا هذا الملتقى، ووفقت في هذه الخلاصة بأن التواصل القديم كان يتم من خلال الأسطورة المؤسسة. فشكرا لك على هذه الإضافة المتميزة. نمر إلى المداخلة الثالثة. سؤال حتى ما أخذش أكثر كلام منكم كلكم يعني في كل مرة، وهي لصديقنا كمال جاه الله، جاه الله وكمال جاه الله، هو من السودان. في كم سوداني هو متخصص في اللغويات؟ كويس، بس يعني مش ضروري انه في الواحد هذا يكون من السودان والمصريين هم بياخذوا كل شيء يعني. معلش يجيبوا لنا سفريه يعني في القلب السوداني. استاذ اللغويات واستاذ اللسانيات انت في الجامعه الدوليه في افريقيا في السودان. هو له دراسات كثيره متعدده في مجال اللغويات، فعلا الألفينية الى اخره.
ومتحصل على شهادات عليا زي ما أنتم تعرفون، الدكتوراه وهذه الأشياء إلى آخره، ونشر كثير من البحوث، ويبدو أنه يعمل حاليا كنائب عميد كلية، أو في فترة من الفترات عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة الدولية في إفريقيا، ولوهيات معلمين في مركز البحوث والدراسات الأفريقية في الجامعة نفسها، وفي معهد الخرطوم الدولي للغة. لغة خلاص. أريد أن أقول لكم، لا أريد أن أكثر في هذه المعطيات، لأن الورقات التي قدمت وبإمكانكم الحصول عليها موجود الكثير عن كل شخصية. احنا ما يفيدنا هو أن نعلم أن هذه الشخصية أو تلك هي شخصية متميزة على المستوى العلمي ولها دراسات، أو لو لم يكن الأمر كذلك لما كانت توجد هنا. وبإمكانكم تتصلوا بالإدارة المختصة في المؤتمر وتحصلون على مثل هذه الوثائق. سيتكلم إذن كمان على الشلوخ لدى القبائل السودانية، التاريخ بتاعها وضعفها ومستقبلها، وأرجو أن يربط الشلوخ بمجموعات أخرى أفريقية حتى يكتمل النصاب. تفضل يا أستاذ كمال. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. عنوان ورقتي هو شلوخ لدى القبائل السودانية، تاريخها ووظائفها ومستقبلها. قبل أن أدخل في ورقة العلمية أريد أن أدخل مدخلا مريحا عبر تناول يعني مقاطع من قصيدة مشهورة جدا عندنا في السودان، وهي أيضا مشهورة هنا في منطقة النوبة. شاعر هذه القصيدة المشهورة المغناة شاعر من قبيلة الشايقية، وهي قبيلة تجاور النوبيين في السودان. المغزى من إيراد هذه القصيدة المغناة ذكر الشلوخ. الشاعر يتغزل في محبوبته ويشير إلى ما فعلت به الشلوخ على وجه التحديد. هو يصفها في هذه الأغنية اسمها القمر بوبا عليك تقيل القمر بوبا. الشاعر يصف محبته بأن الرقيبة قزازة عصير، السنون براق يشير، شتت الشبال يوم ضمير، خلي قلوب الشبان تطير. أنا سأتعب المترجم شكلي. يعني يقول فيها ينادي أصحابه قائلا شوفني جنيت ولا دستر، واي أنا المردان مكنتر، جابوا لي حكيم خير وشر، قال لي يا زول مرضك كتر، سببكم شلاخا خضر. هذه الشاهد سببكم شلاخا خضر، يعني هو المحبوبة مشلخة بواحدة من الأشكال التي عرفتها قبائل السودان. وذكر الشلاخ الخضر ده يعني أن الشلاخ كان بعد أن تتم هذه العملية الشبه جراحية يضاف إليها لون معين حتى تبين هذه الشلوخ، لأنها في لحظة من اللحظات أو في يوم من الأيام كانت مصدرا للجمال. الورقة تبدأ كعادة الأوراق العلمية بمستخلص يبين زبدة ما تم تناوله في الورقة. أنا فقط سأمر على الخطوط العريضة من هذه الورقة، يلي ذلك تمهيد نمهد فيه لهذا الموضوع المهم. يلي ذلك حديث عن الشلوخ لغة واصطلاحا في اللغة العربية من جهة، وفي العامية السودانية من جهة أخرى. التركيز على الشلوخ حسب ما تتبعنا في هذا الورقة فقط الشلوخ التي أو التشريخ الذي يتم على الخدود فقط، لأن التشريخ يمكن أن يكون على الجبهة، يمكن أن يكون على الأصداء، ويمكن أن يكون في هذا الوضع. تركيز هذا الورقة على الشلوخ التي اللي هو تتم عملية في الخدود على وجه التحديد. الورقة أيضا تتناول الشلوخ عبر العصور،
وتشير على وجه التحديد تقريبا أن شعوب عديدة من العالم، حضارات مختلفة من العالم عرفت هذا النوع من التشليخ في مواضع مختلفة في الجسد وفي الوجه على وجه التحديد. بعد ذلك تتحدث الورقة عن أن القبائل العربية أيضا عرفت هذا النوع من التشليخ كما عرفت القبائل الإفريقية. هناك نماذج في الورقة سنعرض بعضها بعد قليل. ثم تركز الورقة بعد ذلك على الشلوخ في السودان عبر العصور، تتحدث عن أن هذه الشلوخ قديمة قدم التاريخ في السودان، وتتحدث على وجه التحديد قبل الهجرة العربية إلى السودان وبعد الهجرة العربية إلى السودان في تفاصيل كثيرة. ثم ذلك تركز الورقة على وظائف الشلوخ في السودان الحديث. هناك وظائف بعينها سوف نذكرها بعد قليل بعد في الخلاصة. لكن مجملا قبائل السودان ابتداء من القبائل النوبية في أقصى شمال السودان، حلفاوين أول فديك عندكم، إلى القبائل المختلفة في أصقاع السودان المختلفة، مرورا بالقبائل الموجودة على النيل ابتداء من مجموعة الحلفاويين نزولا إلى عدد من التفريعات بالمحس والسكوت والضناقلة، مرورا بالبديرية والشواقة، ونزولا إلى الجعليين في شندي وإلى آخره، بالإضافة إلى قبائل جبال النوبة، الكدر والغلفان والمساكين وقبائل عديدة من كدوغلي، قبائل مختلفة من كرورو، كلدجي إلى آخره. كل هذه القبائل لها شلوخ تميزها. أيضا دارفور بمختلف قبائلها من الفور والمساليت والداجو والزغاوة والسنجر إلى قبائل كثيرة جدا أيضا لها ما يميزها بهذه الشلوخ. أيضا النيل الأزرق، عدد القبائل المتوزعة كانت إفريقية أو كانت عربية في النيل الأزرق كلها لها شلوخ تميزها، ابتداء من البرتة والإنقسنة إلى آخره. أيضا شرق السودان بجا وغير البجا، بني عامر أيضا لهم ما يميزهم بهذه الشلوخ. هناك تفاصيل، كل قبيلة مرتبطة بشرخ معين، له نموذج موجود في الورقة كما سنشير بعد قليل. للشلوخ وظائف عديدة، منها الوظيفة الدينية، يعني عن طريق هذا الشلخ تستطيع أن تبين إلى أي طريقة صوفية ينتمي صاحب هذا الشلخ، هذه وظيفة دينية. أيضا من الوظائف التي تؤديها هذه الشلوخ، أيضا الشلوخ كميزة جمالية. في فترة معينة كان الشعراء بمختلف طبقاتهم يتغنون بالمرأة المشلخة التي لها شلوخ. طبعا في فترة لاحقة أصبح التغني بالخد السادة اللي هو الخالي من الشرق في فترة، لكن هناك نصوص كثيرة تتحدث عن جمال الشرق في المرأة السودانية في المناطق المختلفة. أيضا للشلوخ واحدة من الوظائف تتعلق بالغيبيات والأسباب، تتعلق بالغيبيات والأسباب، بمعنى أن هناك شلوخ يعني يشلخ بها هذا الطفل تحصينا له حسب اعتقاد الأسرة. أيضا في جزء منها المرأة التي لا يعيش لها أطفال تشلخ بشكل معين، أو المرأة التي يموت لها أطفال كسر بقدر الإمكان تشليخ الطفل في فترة مبكرة حتى لا يموت. هناك يعني هذا الموضوع موضوع طويل، الورقة فيه تفاصيل. أيضا للشلوخ دور معين في إبراز هوية صاحبه، يعني عن طريق هذه الشلوخ تستطيع أن أقول هذا الشرط للقبيلة الفلانية، لهوية القبيلة الفلانية. هذا أمر عندنا في السودان في فترة تاريخية معينة كان أمرا محسوما. ماذا عن مستقبل الشلوخ؟ أنا في رأيي الشلوخ منذ بداية الستينات بدأت تقل. الآن الأجيال التي
في فئة الجد والجدات تقريبا في جميع أنحاء السودان مشلخة. حتى المسؤولين مثلا الرئيس عبود كان مشلخا بصورة واضحة عاش تلك الفترة. وبروفيسور يوسف فضلي حسن اللي هو كاتب صاحب كتاب الشلوخ أيضا هو مشلخ شلوخ جعليين لأنه جعلي، وده واضح شلوخ كبيرة تملأ الخد جميعهم. أنا في رأيي واضح إنه فعلا هذه الشلوخ الآن ما عادت بانتشارها القديم، بدأت يعني تتضاءل إلا في الأرياف البعيدة، لأن الوظيفة الجمالية انتهت. الوظيفة حتى الوظيفة الخاصة بالطرق الصوفية تحول اللي هو الشلخ من الخد في بعض الأحيان إلى الكتف. يعني هو أصبح لأن المجتمع أصبح لا يتقبل أي علامة على الخد، لأنه يريد خدا سادا كان في الرجال أو في النساء، لأن الشلخ موجود في الرجال وفي النساء. كمان خلينا نشوف طيب صور شكرا. الآن انتهى الوقت يعني تفضل بسرعة. هذا نموذج للشلخ موجود في السودان. بسرعة. أيضا ده شلخ أشبه بالتي، يعني هو أقرب للصليب. دي شلوخ الشوايقة اللي هو عبارة عن خطوط هكذا 4 لمن خده ضعيف، لمن خده سمي يعني كثير اللحم، و5 أو 3 لمن خده خفيف اللحم. أيضا هذا نموذج لامرأة مشلخة. أنا والدتي مشلخة بهذا الشكل على وجه التحديد، والدتي مشلخة. هذا الشلخ من جبال النوبة يختلف عن الشلوخ الموجودة على نهر النيل. أيضا هذا الشلخ هذا أيضا مرتبط بالطرق الصوفية، عبارة عن سلم له درجتان. هذه نماذج للخط. شكرا لكم. شكرا. انتقلوا من سيستعمل الجهاز ينتقل رجاء. شكرا لك أستاذ كمال على هذه الدراسة الميدانية الدقيقة لأحد أساليب التزين وتحديد الهوية الشلوخ لدى التشليخ لدى قبائل السودان وضفاف النيل وأماكن أخرى. وأنا أقترح عليك أن تتقدم بمشروع ممكن هو إقامة مكنز مقارن هذه الوسيلة، وسيلة التزين إلى آخره، في إفريقيا من حيث أصنافها ووظائفها وكل ما يتعلق بها من تراث مادي ومعتقد إلى آخره، ويكون ذلك العمل إسهام مهم جدا في مزيد معرفة الثقافات الإفريقية. فشكرا لك على هذه المداخلة. ننتقل الآن إلى المداخلة الرابعة، وستقوم بها تقدم ورقة نهلة إمام. هي من جنسية مصرية. هي مصرية كما يبدو، وهي الآن هي أستاذة العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية في أكاديمية الفنون، ولا تريد أن تقول شيئا آخر عنها. أنا أريد فقط أن أقول أن نهلة هي سيدة متميزة جدا على المستوى الإنساني، ولها من الخلق الرفيع، ولكن هي باحثة متميزة في مجال المأثورات الشعبية الخاصة. ولم أستمع مرة واحدة إلى نهلة تقول شيئا تعيد فيه نفسها أو تكرر ما يقال، فكل مرة تحاول أن تجدد وأن تتناول الموضوع من زوايا وبمنهجية مختلفة مثرية. أنا تعرفت على نهلة وهي زالت بنت صغيرة تقريبا، وكان الفضل في ذلك للأستاذة العظيمة التي نحيي كذلك ذكرها في كل مناسبة ممكنة، هي السيدة نبيلة إبراهيم. عندما ذهبت إلى بيتها ووجدت هذه السيدة الجميلة فنسيت لماذا ذهبت عند نبيلة إبراهيم. فتفضلي نهلة ومرحبا بك. ستتكلمين نهلة إذن على الاعتقاد في الروح ضمن ثقافة شعبية ممتدة، أرواح التوائم نموذج مثل هذا. تفضلي. صباح الخير. طبعا نشكر الرئاسة
في رئاسة متميزة كده مفيش، لا حكيم. طبعا أنا بشكر الجهة المنظمة المؤتمر، ومرة تانية بقول إنه من العدالة الثقافية إن إحنا نجوب أقاليم مصر، وإن كل مؤتمراتنا ما تقتصرش على القاهرة. لكن في البداية أنا أحب أن أهدي بحثي لاثنين. الشخص الأول أنا أهدي هذا العمل فعلا لأستاذي الراحل الأستاذ عبد الحميد حواس. الحقيقة هو كان متابع معي، وكان سعيد جدا بالعمل الميداني اللي كنت بعمله لما كنت أجيب حكايات وأجي أحكي له يقول له يعني مستغرب إن الوقت الطويل ده اشتغلت في التراث وما لقيتش الظاهرة دي، فكان شغوف جدا وكان نفسه يسمعه، فأنا بهديهوله وبس. التاني اللي عايزة أهديله البحث ده هم الأطفال في صعيد مصر، الأطفال اللي قدروا يتجاوزوا أزمة المعتقد. معتقدنا قد يشكل أزمة لبعض الناس، لازم يدرس دراسة بينية ما بيننا وبين الأنثروبولوجيين والفولكلوريين، وأيضا لازم متخصصين علم النفس يدخلوا فيه. إنما الحقيقة أنا تعاملت كثيرا في البحث ده مع الأطفال، وحاسه قد ايه هم اقوياء وتجاوزوا ازمه المعتقد اللي ما اثرتش فيهم واللي مخليهم يكملوا. فليهم مني كل تحيه، وعملي ده ايضا من اجلهم. انا هقول الورقه في مختصر والموضوع، ولكن انا ادعوكم بجد ان انتوا تقروا الورقه، لان فيها حكايات، فيها نماذج طريفه، وفيها نماذج مثيره، وفيها حاجات جديده. لكن اللي ارجوه اكتر وان حاسب له ورقه وقت انه احنا هنا في اسوان، وانا حسيت ان ده المكان المناسب اللي انا اقول فيه البحث ده، علشان كلنا هنا في اسوان لقيت آلات. بقالي كام يوم هنا انا فعلا بقابل حالات حيه، فقد كده حابه ان احنا نقول حياه عايناها في صعيد مصر. طيب في بعض الناس ما تعرفش الموضوع. انا هادي فكره عن ملامح المعتقد. المعتقد ده هو معتقد منتشر انتشار كاسح في صعيد مصر، انتشار رهيب، انتشار كبير جدا. يعني يمكن في ناس مش مقتنعة، لكن لا أحد لا يعرف عنه، وكل لما نسأل حد يقول عارفهم، حتى لو كان مش مصدق لكن هو عارف. الاعتقاد ده بيقول إن كل شخص بينجب توأم، التوأم ده معرض إن أحد التوأمين أو الاثنين، ساعات قابلت حالات فيهم اثنين، روحهم بتطلع أثناء النوم وبتتلبس في قط، والقط يجوب المجتمع وبيمشي ويدخل بيوت الناس وبيعمل مغامرات، وبيستيقظ الصبح متذكر كل المغامرة وبيحكي عنها للناس، وبيصحى عليه آثار على جسده من المغامرة اللي حصلت امبارح. لو حد ضربه بيصحى فيه علامة. والقصص بقى كتير جدا من ده، اللي اتضرب من عمه علشان ما كانش معتقد فصحي على انه الام بتصحيه وتقول له انت ضربت ابني ليه. لقيت في صعيد مصر استئجار سياره بتمشي وتقول اللي حابس قطه يطلعها علشان الطفل ما صحيش. لقيت اعتراف في المؤسسات المصريه. لقيت في صعيد مصر في قرى هنا المدرسه ما بتاخدش الولاد دول غياب لانهم ما بيصحوش الصبح، لانه هو ما حدش يقدر يصحي طفل وروحه مش فيه، لازم ينتظروا لما الروح ترجع. قد كده اعتراف في المؤسسات في المدارس في انه ما اقدرش يعني اصحي الولد عشان يتعلم اموته، فما بيصحوش وبالتالي ما بيتاخدوش غياب. المؤسسه الدينيه هتكلم شويه على المؤسسات دي، لكن المعتقد انا تتبعته من اول بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، هنا الاقصر، اسوان، والنوبه. المعتقد موجود في كل صعيد مصر، بس المذهل انه ليس موجود في الشمال، ولا يعرفوا عنه ولا يعتقدوا فيه. مش بس ما يعتقدوش، ما يعرفوهوش. يمكن كمان لانه غاب عن الدراسات، وده اللي كان محرك الاساس بتاعي. ازاي هذا الانتشار الكاسح ما يواجهوش ابدا اي ظهور في الدراسات الانثروبولوجيه اللي بقالها 60 سنه في مصر نشطه جدا وباحثين مصريين، بس انا لقيت الاجانب لقوه. الاجانب لاحمان ظهرته شويه، لكن فينكلر الالماني كتب عنه
وكتب التفاصيل وجاب حالات وقعد مع حالات، وحتى كاتب ان بتثيرهم ريحه التقليه، وكتب تقليه يعني عشان يقول لنا هو مش عارف يوصف ايه ريحه الطبيخ دي يوصفها بايه، فكتب ان التقليه بتثيرهم جدا. وانا ولغايه امبارح انا كنت بسال السيده اللي كنا في منزلها، قالت لي ايوه ان عندها احفاد انهم كانوا بيطلعوا، وهنتكلم على الوسائل اللي منعوهم من الهروب. طبعا معظم صفحات الاعتقاد في الروح عموما هي ما زالت بيضاء. المعتقد ما زلنا ندور في الاولياء والحاجات اتدرست، لكن الروح الاقتراب منها كان دايما بيخلي الناس ترجع. فاحنا قررنا بقى ان احنا نبتدي ندخل في المسكوت عنه وندرس حاجه جديده. انا لما تتبعته لغايه النوبه مبسوطه قوي ان جاري في الجلسه سوداني عندكم يا دكتور. الكدايس انا لقيته في السودان ايضا، وكديس كلمه نوبيه، ولكن هو موجود الاعتقاد في ان روح التوأم بتروح في قطه في السودان. وانا لما سافرت الخرطوم سالت ناس كتير لقيته قالوا لي لا ده مش معتقد، دي حقيقه. فيعني اليقين واصل للسودان. نفسي نتتبع اكتر وننزل مع النيل، ارتباطه ايه بالنيل، ارتباطه ايه يعني شيء مثير فعلا. المثير اكتر هو غيابه عن الدراسات. يعني ليه احنا ما نعرفوش؟ ليه واحنا بتوع معتقدات احنا لسه ما درسناهوش؟ دي ملامح المعتقد. طبعا الناس كلها بتحكي. انا معظم الحالات اللي اخدتها كانت من كبار، وبعدين قررت ان انا عشان اطور بحثي ان تبقى الحالات من الاطفال، فاجريت المقابلات مع الاطفال. كان نفسي جدا ان انا اجيب لكم فيديوهات لاني صورت كتير، وبعدين بسبب اخلاقي جدا يعني انا ما رضيتش، واحتراما لخصوصيه الاطفال، وانا دايما الاخباريين ببقى واخده اذنهم تماما على التصوير، لكن في حاجه زي كده انا ما قدرتش ابدا ان انا اعرض لفيديوهات الاطفال وهم بيتكلموا على حالاتهم. لكن هي موجوده وفي يعني جلسات مصغره الباحثين، انا ممكن جدا اوريها لهم، لكن فعلا ما قدرتش ان انا اوريها لكم خالص يعني حفاظا على خصوصيتهم. طبعا التوائم دي بتخرج روحهم اثناء النوم. طيب هو بيحكي تاني يوم كل ما تعرض ليه اثناء الفتره اللي موجوده. المجتمع معترف، المجتمع معترف. انا حاولت ان انا اتتبع بعض الحالات واشوف هم فعلا من عدد من الزوايا. يعني اقتصاديا ايه اللي مخلي معتقد زي ده، تاثير الدين ايه عليه، التعليم عليه، النوع. انا في الاول كنت معتقده انه بنتي اللي مصممه اللي بتعمل عيون القطه عشان تخوفنا، بس مش خايفين. سألت سؤال عن الانتشار، وانا زي ما قلت لكم الانتشار انتشار كاسح حتى على مستوى المعرفه، وانا احب هنا ان احنا اللي يتدخل معنا يكون من اهل اسوان او من الصعيد وعنده استعداد او شاف حالات او حتى ينفي. يعني احسب ان احنا نعمل، يعني ارجوكم نتكلم حتى بعد الجلسه على حالات حتى تنفي هذا. سألت عن النوع، ذكور، إناث. أنا في الأول لقيت وكنت متصورة إنه كمجتمعات محافظة في صعيد مصر الولاد أشقية وهم اللي هيسرحوا التوائم. لا، لقيت البنات بيسرحوا. طيب البنت اللي بتسرح ممكن ما تتجوزش بقى لأنها يعني اسرح. لقيت لا، إنه شيء مقبول جدا في المجتمع وعادي. وقابلت بنت كان عندها 13 سنة وقالت لي لا ده انا بسرح. قلت لها طب ما تبطلي علشان خاطر الجواز. قالت لي اذا كان انا زعيمة القطط ابطل ازاي؟ ومعاها بنت كانت مخطوبة ولكنها كانت تخفي الحكاية دي عن خطيبها، ما تقولوش ان هي بتسرح بالليل قطة علشان ما يرجعش كلامه. لكن هي كانت واعده صاحبتها انها اول ما تتجوز هتبطل انها تسرح او تخرج في قطه. وده طبعا خليني اقول يعني ايه المثير ده. جيت بعد كده على الدين. طب قلت المسلمين وعندنا خرافات حوالين الروح كتير
لا، لقيت ان عدد من المسيحيين في صعيد مصر لا يستهان به بيؤمنوا برضو بهذا المعتقد، بل في حالات وحالات سيدات في قرى قنا وكبار، وهم اللي حكوا لي انهم وهم صغيرين كانوا بيعملوا مقالب كتير جدا. وفي النوبة احد الدكتور هنا قال لي انه كان عندهم ولد معاهم في المدرسة برجله مقطوعة، وكان بيحكي لهم مغامراته، وكانوا بيشوفوا قط له 3 رجلين. ايوه، وان هو كان بيعمل ده. الدافع الاقتصادي، انا طبعا ذهني راح، وانا ما زلت يعني الحقيقه مع هذا التفسير ان مجتمعات الصعيد ليست مجتمعات وفره. يعني ممكن يكون ان الرغبه في الطعام، ان عايز اخرج علشان اكل واجيب لنفسي مبرر انه يعني، ولكن طبعا هما بينفوا، يعني الناس في صعيد مصر بتنفي مساله ان بنطلع عشان ناكل. يعني واحد بيقول احنا بيتنا فيه كل حاجه، بس انا بخرج علشان اتشاقى، يعني اخرج واعمل مغامرات، اقابل اصحابي، اشرب شويه من اللبن وبعدين اروح حاطط رجلي بالتراب او امسخه للناس. فهي كانت الدافع اكتر مغامره. ولما سالت الولاد حتى قالوا لي احنا واحنا في المدرسه معروفين فلان وفلان وفلان اللي بيسرحوا، بنتفق النهارده بالليل هنطلع نتقابل في الحته الفلانيه ونبتدي نتجوز. حاولت ان انا اكلم الاطفال في انه اخر حاجه بتبقى فاكرها فين. قال لي ببقى فاكر وانا طالع من الشباك، وانا بنط من الشباك، بعد كده وانا راجع بقى. لكن اقول له طيب انت، طب ما ممكن بتكون بتحلم، لان هو الوعي مستويات. احنا ساعات نحلم بالحاجه احنا عايزينها، نحلم بشكل اداري، نستحضر حاجه بتاع. الحقيقه الولاد كانوا يعني اذهلوني. حتى انا البحث ده لازم اشكر فيه كل صديقاتي اللي رضيوا يتجولوا معايا، واللي كنت بحب ان يبقى فيه شاهد، لانه خلاص يعني انا ما بحبش دارس المعتقدات اللي يتوحد مع الظاهره وخلاص يصدق فاقول لهم تفتكروا الولاد بيكذبوا؟ يقولوا لي لا الحقيقه الولاد ما بيكذبوش، شكلهم صادق. الولد مره قال لي هو انا هحلم كل يوم؟ هو انا هحلم كل يوم نفس الحلم؟ هو انا هحلم دايما ان انا قطه؟ طيب والعلامات اللي في جسدي، الامهات اللي هم مش من الصعيد اللي نربيهم من الاول بانه انت ولادك توأم فخلي بالك يحسن يسرحوا، تقولي ما كنتش مصدقه لغايه اما شفت بنفسي. طبعا الدين مش بس انه الدين انه لقيت تنوع المسلم والمسيحي، لا بقى انا حاولت اوصل الى مساله المد الديني اللي موجود في المجتمع، تأثير الدين عليهم. ولقيت طبعا انه لا الشيوخ عندهم موقف حاد، الطفل ده طالع يسرق يبقى حرام، بس هي دي الفكرة عنده يعني مش اكتر. ووصلت لغايه لما سالت الشيخ الطيب في الاقصر، هو ما فيش نفي، هو بيقول لك بس هو كده حرام وكده بيسرق. ادعوكم فعلا ان انتوا تقروا الورقه وان احنا نوصل الى ما وراء الانثروبولوجيا. انا عايزه نتكلم اكتر على الحالات، لانه بصراحه ده في تطوير حتى لادوات الجمع الميداني. يعني مش بس انا رحت قابلت حالات، انا عايزه حالات كلنا نتحاور معاها وكل واحد يقول سؤاله اللي ممكن يضيف ليه. بيقولوا في كامبريدج، بيقولوا ما اليونيفرسيتي وهو ميت يعني طفى زرار النور، حط الملاحظه بالمشاركه والمقابله وخلاص مفيش بعد. لا احنا نقدر نطور عن كده بكتير، خصوصا ان دي احنا بندرس في بلادنا. وانا شايفه ان مصر زي ما كانت مخزن للغلال العالم، افريقيا دي مخزن معتقدات العالم. واشكركم شكرا جزيلا. لا اعتقد انني اخطئ عندما اقول انه نهلة امام هي من اهم الباحثات الميدانية الميدان في مصر، وليس هذا هو البحث الاول الذي اذهلتنا به. فهناك بحوث عديدة قدمتها، نشرت البعض والبعض الآخر على قيد النشر أو ينتظر النشر، حيث أثبتت أن لها حس في قراءة الميدان خاص بها جدا وموفق إلى حد بعيد. وأرجو أن الطلبة الذين تؤثرهم يكتسبون منها هذه الخبرة الفريدة والقليلة جدا في مصر وبيننا جميعا.
هي تحدثت عن شيء هو في المعتقد بطبيعة الحال التوائم، وخاصة في هذا المجال الذي نتحدث عنه كثيرا نحن في دراساتنا إلى آخره، المسكوت عنه، ولكن لا نقول ما هو هذا المسكوت عنه. وهذه محاضرة قيمة جدا في مجال المسكوت عنه، ولذلك تجرأت وقالت حتى ندرس ما بعد الأنثروبولوجيا أو ما يمكن أن نسميه بالميتا أنثروبولوجيا، ونحن في حاجة إلى هذا الشيء. يبقى دائما السؤال قائم، وأنا متأكد أن هي طرحته وستواصل البحث فيه. لماذا وضع هذا المعتقد؟ ما هو الشيء الذي يجعل الإنسان يبرر مواقف معينة عندما تنجب المرأة أكثر من فرد واحد، ويكون اثنين توأم أو أكثر، هو مستنسخين لبعض. هل الروح تستنسخ؟ لكن سؤال يبقى قائم. وكيف تتمكن الديانات التي لا تؤمن بمثل هذه الأشياء من تقمص هذا الشيء، هذا المعتقد، وتمر عليهم مر الكرام، لأنها بطبيعة الحال لا تملك الإجابة عن ذلك. وشكرا جزيلا نهلة على هذه المداخلة القيمة والرائعة فعلا، شكرا جزيلا. ننهي جلستنا اليوم، ننهي المداخلات بمداخلة ستكون قيمة أيضا لزميل الصديق وائل نبيل إبراهيم. هو سيتحدث عن العادات والتقاليد من خلال الأمثال السواحلية، ويتحدث خاصة، ونتأكد من هذا حتى لا نعيبه فيما بعد، دراسته إنما هي تتعلق، هي دراسة أسلوبية. وهو أستاذ اللغة السواحلية وآدابها بقسم اللغات الإفريقية، وكذلك في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر. أنا سعيد جدا أن أجد، لم أكن أعرف هذا إحقاقا للحق، أنه عدد كبير من الباحثين من الأزهر يهتمون بمثل هذه الدراسات دون إسقاطات دينية على مثل هذه البحوث، التي إن أسقطنا عليها الدين نكون قد عرجنا انتقلنا بها إلى مجال آخر غير مرغوب فيه. فشكرا جزيلا. فرجاء أن تقدم الأستاذ وائل، تقدم إلى بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير للمنظمين لهذا الملتقى، والشكر موصول لحضراتكم جميعا. ورقتي بعنوان العادات والتقاليد في الأمثال السواحلية دراسة أسلوبية. وقد ألقت الورقة الضوء على منهج الدراسة، مصادر الأمثال السواحلية، مدى ارتباط الأمثال السواحلية بالعادات والتقاليد. أما عن منهج الدراسة فهو المنهج الأسلوبي الذي ينظر إلى النص على أنه بناء مكون من مستويات يمكن معاينة كل منها على حدة، كما يمكن أن تتكامل لتكوين صورة نهائية للنص. وبناء على ذلك فإن مستويات التحليل الأسلوبي طبقا للمدرسة الفرنسية وتقنية التعبير اللغوي هي المستوى الصوتي، والمستوى الصرفي، والمستوى المعجمي، والمستوى التركيبي، والمستوى الدلالي. أما عن مصادر الأمثال السواحلية فهي 4 مصادر. المصدر الأول هو مصدر ثقافي، ويتمثل في حكايات الأدب الشفاهي السواحيلي. ومصدر تاريخي يتمثل في الأحداث التاريخية التي وقعت في المجتمع السواحيلي.
ومصدر طبيعي يتمثل في البيئة الطبيعية في المجتمع السواحيلي، ومصدر ديني يتمثل في المعلومات الدينية وقصص الأنبياء وما إلى ذلك. أما عن ارتباط الأمثال السواحلية بالعادات والتقاليد، فلا شك أن الأمثال تعبير صادق عن العادات والتقاليد. وقد قيل: من أراد أن يعرف أمة حق معرفتها فليدرس أمثالها. واسمحوا لي أن نعرض بعض النماذج السريعة للمعتقدات والعادات والتقاليد السواحلية التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالأمثال. من هذه العادات أن في المجتمع السواحيلي يقيمون معسكرا خاصا بالشباب البالغين، ومعسكرا آخر خاص بالفتيات البالغات، وذلك لتعليمهم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في هذه المرحلة، مرحلة البلوغ. ومن ثم يقول أفراد قبيلة ساجارة، وقبيلة ساجارة هي إحدى القبائل السواحلية الموجودة في موروغورو بتنزانيا. يقول أفراد هذه القبيلة في المثل السواحيلي: مفموليفه لمبيفو. مفموليفه لمبيفو مثل سواحلي معناه من يصبر يأكل الثمار الناضجة، وهذا معناه عندنا يعني من يصبر ينول. فيقولون هذا المثل للشباب البالغين وللفتيات البالغات في هذه المرحلة. وكذلك من العادات والتقاليد السواحلية عند كبار السن قديما كانوا يرتدون ثياب يتكون من جزئين من القماش. الجزء الأول يغطي الجسم من الأمام، والجزء الثاني يغطي الجسم من الخلف، ويوصل بينهما بعقدة أعلى أحد الكتفين. فيقولون في المثل: كيف نفن لفازي. كيف نفن لفازي معنى هذا المثل أي أن الموت عقدة الملابس. ما معنى ذلك؟ إذا أراد أن يذكر أحدهما الآخر بالموت وقرب الموت فيقول له: كيف نفن لفازي، معناه أن الموت أقرب لك من هذه العقدة. وعندنا هذه المعلومة موجودة في الثقافة الإسلامية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. فهذا أيضا من العادات والتقاليد السواحلية التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالأمثال. وأيضا من ضمن العادات والتقاليد أن النساء في قبائل شرق إفريقيا يتزين بعمل ثقب في شحمة الأذن. وهذه العادة قد تظهر جلية في نساء قبيلة الماساي. وقبيلة الماساي قبيلة تتمركز في كينيا وشمال تنزانيا. وقد اشتهر نساء هذه القبيلة بثقب فتحة شحمة الأذن وتوسيعها، ويعتبرون ذلك من معايير الجمال. لذلك يقولون: أسوتونغوليوا هاودونجي. أسوتونغوليوا هاودونجي معناه أن ما لا يحمى عليه لا يثقب. يعني أنهم إذا لم السيخ الحديدي إذا لم يحمى عليه في النار فلا يستطيعون أن يثقبون به. وعندنا في العربية هذا المعنى موجود.
السكين التي لا تجحز لا تقطع. ومن العادات أيضا والتقاليد عادة موجودة وخاصة في زنجبار، وأنا رأيتها بأمي عيني، أنهم في حالة العزاء أو في موقف العزاء عندما يتوفى متوفى، يقوم أهل المتوفى بعمل ولائم وتقديم الأطعمة لمن يأتون ليقدموا العزاء لمدة 7 أيام من بعد الوفاة. ثم في اليوم السابع يجتمع كما يظهر في الصورة الثانية، يجتمع الرجال إما في بيت المتوفى أو في المسجد ويختمون القرآن. كل واحد منهم 30 رجل يمسك جزء من القرآن حتى يختمون القرآن في هذه الجلسة. ثم يدعون للمتوفى ويعني يهبون ثواب القراءة له. فالمثل السواحيلي يقول كوزيكا ثواب كرام نفهاي، يعني الدفن ثواب والمأدبة مباهاة، أي أنهم عندما يدفنون المتوفى يأخذون ثوابا من الله عز وجل، ولكن ربما الولائم التي تقام يبالغ فيها بشكل غير طبيعي حتى يصلون إلى الإسراف والتبذير، وهذا منهي عنه طبعا. فيعتبرون هذه المأدبة من المباهاة وليس عليها أي ثواب. وأخيرا أكرر شكري لجميع القائمين على هذا الملتقى، وأكرر شكري للحضور على سعة الصدر وحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله. هو ليس في حاجة إلى ورقة ولم ورقة، لأنك سمحت لنا ب10 دقائق من وقتك الثمين هذا. شكرا جزيلا على هذه الدراسة الجميلة الرائعة فعلا. وأعلم أنه لك مزيد في هذا الشأن في الورقة، ولكنك تصرف. أنت محق جدا أن الدراسات الأسلوبية مهمة جدا في مجال دراسة الثقافات الشعبية والعادات الآخرين. لكن الجميل في هذه المداخلة هو هذه المقارنة البسيطة بين مثل يوجد في السواحيلي وكذلك مثل في العرب، ويقابل هذا المثل في الجهتين عادتين متماثلتين، ومما يدل على أن هناك إرث مشترك إفريقي ينبغي أن نزيل عنه الغبار. فشكرا جزيلا ثانية لهذا. إذن تلاحظون أن المتداخلين كرماء جدا، وتركوا لكم مجال طويل إلى الحوار. أنا أقول الحوار لأننا لا ندخل في إلقاء محاضرات من داخل القاء، لا لحظة فقط. فأنا أقترح عليكم وترفعون أيديكم، هل تشاءون أن نبدأ بالقلب ثم الجناحين، أم نبدأ بالجناحين ثم القلب؟ الثاني القلب. إذا نبدأ بالقلب. ثانيا هناك تدخل رجالي ثم نسائي، رجالي نسائي، أو نسائي رجالي نسائي رجالي. لا أشد على هذه القاعدة، لن أسمح للمتداخلين أن يكونوا فقط من الرجال. وأنت السيدة أنت الأولى تتدخلين من القلب ثم إذا نأخذ الأسماء من القلب. اسمك سحر محمد، مدرس مساعد. سحر محمد. لحظة أعطيني الاسم يا أستاذ. محمود فقط محمود. إيمان ليس لك الحق أن تسأل نهل إيمان. سيدة الآن نيفين.